السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنت عندها 23 سنة في إحدى القرى بسيطة، وليها أخ عنده 35 سنة. البنت ديت لسه ما جالهاش نصيبها، 23 سنة وما جالهاش نصيبها في البلاد أو في القرية، بيبقى يعني دي كده كارثة بالنسبة لهم. البنت بتتجوز وعندها 14 سنة 13 سنة، بيبقى البنت عندها 23 سنة وعندها 3 4 عيال. ما بيوصل سنها 30 سنة 32 سنة بتبقى جدة. فما تبقى بنت بقى كده يعني 23 سنة ما اتجوزتش، فدي بالنسبة لهم يعني ازاي؟ بتبقى يقول لك فاتها القطر خلاص، دي عانس، ده محدش عايزها. مين اللي هيتجوزها؟ مين اللي هيقبلها بالسن دوت؟ فاللي هنا اللي حصل ان اخوها في البيت كان دايما بيناديها يقول لها يا عانس يا بايرة، لا حول ولا قوة الا بالله. طب هي هتعمل ايه ولا ذنبها ايه لما هي وصلت للسن دوت عندكم وبتقولوا ان هي كده تعتبر خلاص عانس؟ هي ذنبها ايه؟ لا ازاي؟ انت فاضية، انت ما وراكيش حد انت ما عملتيش الشقة ليه؟ انت ما كنستيش ليه؟ انت ما مسحتيش ليه؟ ما عملتيش الاكل ليه؟ هو انت وراكي ايه؟ فطبعا كان دايما مستقصد اخته وكان معقدها في عيشتها، ودايما كانت البنت تبقى يعني تسمع الكلام ده واللي بينغرزها ده وتتضايق وتقعد طول الليل كده، تقعد بينها وبين نفسها تقعد تعيط، برغم ان هي جميلة وحلوة مش وحشة، بالعكس هي كويسة جدا وجميلة وحلوة. ولكن هو كان دايما معقدها في عيشتها علشان خاطر وصلت للسن ده ومتجوزتش. وكان الجيران دايما بيسمعوه وهو بيقعد يعاير اخته كده. فاللي حصل هنا ان هو جه في يوم من الايام، اليوم اللي هو بتاع الواقعة يعني، لقاها لسه ما عملتش الاكل. انت ما عملتيش الاكل لسه؟ انت وراكي حاجة؟ ما انت طول النهار فاضية يبقى عانس، بتعملي ايه يا عانس يا بايرة لما لسه لغاية دلوقتي ما عملتيش الاكل؟ قالت له اصبر عليا شوية، 10 دقايق اكون خلصت الاكل. ايه وراكي ايه يعني؟ وانت كان وراكي العيال. طبعا قاعد يضايق فيها يضايق فيها. البنت خرجت عن شعورها وراحت قلعت الطرحة بتاعتها ومسكت الطرق وعلى شعرها كده وقعدت تدعي عليه وتقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، اللي انت عامله فيا ان انت معقدني في عيشتي، حرام عليك، هو كان بايدي؟ المهم هنا هو طبعا لما شافها ردت عليه عمل ايه؟ جاب السكينة ونزل فيها، طعنها على طول في رقبتها. البنت وقعت ماتت في الحال. وخرج للجيران وقال لهم انا قتلت اختي، بلغوا الشرطة. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا الناس مسكوه، بلغوا الأجهزة الأمنية، وجت الأجهزة الأمنية ونقلوا الجثة للمشرحة. ماتت البنت يا عيني. اللي يقولك 23 سنة ما اتجوزتش تبقى عانس. واتقبض عليه وتحول لمحكمة الجنايات، واللي اتحكم عليه اليومين دول بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي. أديك أنت قعدت تعاير في أختك، تعاير فيها لغاية للأسف قتلتها وكمان ضيعت نفسك. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.